ما الانديه الثانيه بتعمل النهارده. فيعني في بعض اللعيبه بتتكلم من نادي منافس، بتتكلم باسلوب اول مره اشوفه، صعب جدا وقوي جدا، وكانت ناس بتتمنى انها تخش النادي الاهلي. كان في ناس بتتكلم، يعني شفتها امبارح بعد فوزهم على الفريق الفتح المغربي وتألقهم، كانوا بيتكلموا بشيء صعب جدا للغايه بعد وصولهم اكيد من المطار، وصولهم هنا للقاهره. انا صعب عليا التصريح، يعني اتضايقت، انا من جوايا اتضايقت جدا. لو انا بلعب في النادي الاهلي دلوقتي، ده انا هموت الناس دي، هموتها كوره، مش هموتها كده كلام، هموتها كوره. ان حد يتكلم ويجرح في النادي الاهلي بالاسلوب ده، ده صعب جدا، صعب للغايه. يعني لان كانت صعبه جدا بجد، وكان امنيه حياته ان هو يلعب في النادي الاهلي. يعني اللي بيتكلم وصرح كان امنيه حياته ان هو يلعب في النادي الاهلي، سبحان الله يعني. ولعيب جامد، بس كان امنيه حياته يختم في النادي الاهلي. يعني انا مش مصدق ان هو الكلام يطلع كده، يقول ان احنا مالناش دعوه. يعني احمد معلش ارجع عليا بعد اذنك. يعني كون ان هو يعني يتكلم باسلوب احنا مالناش دعوه بالمركز الثاني والثالث والرابع، دي ما بنبصلهاش كده، بيتكلم كده يعني. دي صعبه. اللعيب الخلوق، اللعيب المحترم اللي بيسيب بصمه مع الانديه كلها، سواء في الزمالك او الاهلي، بيسيبها مع الكره المصريه بالكامل. حازم امام هيظل وسيظل نجم في نادي الزمالك، لان فعلا كل جماهير النادي الاهلي بتحب حازم امام. الخطيب، ابو تريكه، بركات، الناس اللي هي التقيله قوي دي، نادي الزمالك بيحبها جدا، ولن ينسوا مين ابو تريكه ولا مين الخطيب، الاسطوره لكره القدم. في لعيبه نجوم كبيره، كابتن حسن شحاته لن ننساه اكيد. لكن كون ان يبقى لعيب امنيه حياته ان كان يلعب في الاهلي الفتره اللي فاتت، هو كان بيلعب في النادي الثاني، كان امنيه حياته انه يلعب في النادي الاهلي، نادي الزمالك طرده. فبالتالي لما دلوقتي هو اول بقى الدوري وفرحان شويه، يعني ما ينفعش تتكلم عن النادي الاهلي كده. انك تتكلم عن النادي الاهلي كده، اللي هو بتقول الثاني والثالث والرابع مالناش دعوه بيهم، بكره تعرف مين النادي الاهلي اللي انت كنت تتمنى انك تلعب فيه. مش هقول لك اكتر من كده.